على ما يبدو أن انضم معنا أبو أحمد الحوراني من درعا. مرحبا بك مجددا أبو أحمد. نعتذر عن انقطاع الاتصالات وسوء العفو الاتصال. الكريم معك. أهلا أبو أحمد. أبو أحمد، نرحب بك مجددا، وما هي آخر التطورات في درعا؟ نعم أخي الكريم، اليوم قوات النظام استمرت بحملته الشرسة على محافظة درعا. استهدف الطيران المروحي اليوم بلدة جاسم بعدد من البراميل المتفجرة. أيضا استهدفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة بلدة أبطع بريف درعا. بريف درعا أيضا قصفت قوات النظام بلدة الحراك بالبراميل المتفجرة وعدد من الغارات الجوية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف هذه البلدة، فيما جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على تخوم اللواء 52 بقرب بلدة الحراك بريف درعا. أيضا قصف بالطيران الحربي يستهدف بلدة داعل، وأيضا براميل متفجرة سقطت على هذه البلدة. أيضا قصفت قوات النظام بعدد من الصواريخ من صواريخ الطيران الحربي ب6 صواريخ استهدفت بها بلدة ابطع بريف محافظة درعا. أيضا بالحراق قصف مدفعي عنيف استهدف هذه البلدة، وبرميلين متفجرين ألقاهما الطيران المروحي على هذه البلدة، فيما شن الطيران الحربي الميج أيضا 4 غارات جوية على مدينة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا. وأيضا شن الطيران الحربي الميج غارتين جويتين على مدينة أنخل بريف محافظة درعا. كما شهدت تصاعد للدخان في بلدة ابطع جراء سقوط هذه البراميل المتفجرة على البلدة، وأيضا دمار هائل في منازل المدنيين هناك. نعم، طيب، وحول المدنيين هم أين يذهبون؟ أين يهربون من هذا القصف؟ أخي الكريم، الآن لا مفر من قوات النظام، فقوات النظام تلاحق أهالي محافظة درعا، وخاصة أهالي الريف الغربي بمحافظة درعا، تلاحقهم بالبراميل المتفجرة. لا يوجد أي مكان آمن الآن في محافظة درعا، فجميع المناطق في محافظة درعا تتعرض لقصف همجي من قبل قوات النظام، عدا المناطق التي ما تزال بيد قوات النظام. الآن النظام يصعد من حملته الشرسة على معظم البلدات جراء هذا التقدم اليومي الذي تشهده معظم جبهات محافظة درعا، وخاصة في جبهة بلد مدينة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا. نعم، نعم، الناشط الإعلامي أبو أحمد الحوراني كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك.